بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وهنا وسعادة دايما يا رب. هتعمل لنا ايه النهارده يا ام محمد؟ فيديو النهارده ملوش علاقة بالأكل خالص، فيديو النهارده روتين تنظيف للناس اللي زي ام محمد. هتعمل لنا ايه؟ هقول. عارفين انتوا الهون بتاع زمان ده؟ طبعا الهون ده طبيعته من يعني بيحتاج تنظيف يعني على طول. حلو الكلام. كان زمان بيقولوا تبييض النحاس وتلميع النحاس والكلام ده كله، دلوقتي مفيش حاجات من دي. والوصفه اللي هقولها دي مش بس للهون النحاس، الوصفه دي كمان لاي حاجه نحاس عندك، حاجه سهله قوي بتخلي النحاس يلمع معاك. شوفوا انتوا هنا كده، شوفوا من جوه الهون، بص هتلاقوا في حاجات سودة اهي. هتطلعها لنا ازاي؟ الحل سهل قوي. هتجيبي حبه ملح ونص ليمونه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بمجرد بس ما بنحط الليمون على الفص، بمجرد بصي ثانيه واحده اهو، بصوا اهو في ثانيه، بصوا اهو بيلمع في ثانيه. تاخدي كده الليمونه كده في الملح كده، بصي اهو، وتمشيها على الهون من اوله لاخره. نسيب بس دقيقة كده، نعمله بقى ايه دلوقتي بنفس المية دي اهي. الهون علشان تحافظي عليها على طول، يا ريت بعد ما تيجي تستخدميه تمسحيه بأي فوطة. المية لما بتبقى موجودة في قلب الهون هي اللي بتخليه يعمل كده. النبي يا حبيبتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه. نيجوا بقى للوصفه تنظيف الحوض يا اخوانا. الحل بسيط خالص والله، ما في اي مشكله خالص. هتعملي ايه؟ بصوا كده، حبه زيت صابون اهو، حبه صغيرين كده مش يعني، وده احنا ماسكين حاطين على بصوا حبه كلور صغيرين اهو. يبقى حاطين ايه؟ زيت صابون وكلور اهو. حاجه سهله قوي، لا تقولي بقى معجون سنان ولا مش عارفه ايه اهو، وبيروح بيبقى زي الفل وقشطه. يا ريت كل بعد ما تيجي تغسلي يعني تنضفي المطبخ تخلصي كل الحوض، تخلصي كل اللبان والحوض والحاجه اللي فيه. بصي اهو ماسكه حتى حبه زيت صابون اهو، اي زيت صابون عندك، وحبه كلور اهو. والله ما بيحتاج دعك، مش دعك ياما ولا حاجه، وبليفه عاديه. حطيتش اللايك ولا لسه؟ يلا حطوا شجعوا بصوا كده. سامعين الزقزقه؟ سامعين؟ تزيق اهي. بصوا وريني كده نضف الحوض بسهل قوي. طبعا احنا هنا ناقعين ايه؟ حاطين الليمون وحاطين ايه؟ الملح. حلو الكلام. لان احنا ماسكين جايبين حبه زيت صابون، ناقعين لهم بايه؟ بالملح والايه؟ والليمون. تاني احنا ماسكين جايبين حبه زيت صابون اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. والليف وده انت بس مكمله دعكي فيه. اي حاجه نحاس عندك دي بتبقى تنظيفها سهل قوي كده. بس بعد ما تخلصي اللي وراكي في قلب المطبخ، تاني انت ماسكه ايه؟ مسحاه باي فوطه، ما تسيبيش بمعنى اصح ميه عليه. رجعنا الهون جديد تاني. نغسل الهون ونشوفها يبقى شكله ايه. ايه رايكم؟ يا رب النهارده وصفتين النهارده تكونوا عاجبينكم اهو. بالهنا بالايد اهو. يا رب النهارده الوصفتين بتوع النهارده بتوع الحوض وبتوع الهون يكونوا يعجبوكم. وما تنسيش يا حبيبتي في اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.